هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابنه إبراهيم حينما مرض؟ لا شك طبعا، لكن الله عز وجل اختار ابنه إبراهيم عليه السلام إلى جواره. راكب كده المشهد معايا. الآن أنت نبي وخاتم الأنبياء، وده طفلك الأخير اللي على قيد الحياة من الذكور، ومات 2 قبل منه، ويمرض هذا الطفل ويشتد به الألم، وأنت في نص 50 من عمرك، وتدعو الله عز وجل مخلصا أن يشفيه وأن يعافيه، لكن المرض يشتد أكتر وأكتر. وهنا بقى ماذا كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لن يستجاب الله لدعائه؟ يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات ابنه إبراهيم، فرأينا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها فقال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هل سمع الله هنا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أكيد طبعا، لكنه اختار سبحانه وتعالى ألا يستجيب، لأن حكمته اقتضت غير ذلك. وانت اللي بتسمعني، امك مريضة وابوك مريض، اخوك مريض، ليك حد عزيز عليك مريض، ودعيت الله عز وجل ان يشفي، لكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب وقد توفي الشخص العزيز عليك. هنا على الناس لازم تفهم ان هذه اقدار الله عز وجل في ان يستجيب او لا يستجيب، وفي الحالتين هناك حكمة من الله عز وجل لا تعلمها، وهذه الحكمة تفوق عقلي وعقلك